كي نعبر سياج العزلة المفروض على الإدارة الذي يقف حائلاً بين العالم الحر والاستبداد، فأجراس الخطر المتمثلة بالقاعدة ثم داعش إلى الفصائل الإسلامية، الذراع التركي لضرب ما عجزت عنه سياسات التكريك والقصف بالطائرات والمسيرات لضرب الجوار، وخاصة المشروع الكردي الرائد. فقد ساهمت تركيا وبشكل خفي وممنهج في تحويل بقايا القاعدة ثم داعش والبعث الصدامي من أبناء المنطقة إلى منظمات إرهابية منطوية تحت راية الإسلام الدموي، واستخدامهم كذريعة للضرب في الداخل والخارج لتنفيذ أجندة مسبقة. فلتركيا سمعة دولية سيئة، فملفها بالتعاطي مع الإرهاب والجوار ليس بجديد. لم يعد خفيا على أحد أن تركيا صانعة الإرهاب في المنطقة، فما زالت مصرة على استخدام السياسة الصفرية كحل للمشكلة من جذورها. فهذا المنظور الصفري، أي خضوع الكرد والاستسلام دون قيد وشرط،